الحاجات دي ساعة دي ولا ايه؟ كيس كهربائي ده ماله كده؟ السلام عليكم. هندسة حبيبي يا محمد، عامل ايه؟ حلو ان انت جيت. إيه؟ انا تعبان من الصبح. ايه اللي تعبك؟ عمال الف هندسة مش عارف الساعة دي مش مظبوطة وعايز اظبطها ومش عارف. ساعة ايه؟ الساعة دي يا هندسة ما هو هو انت مش بتاع جيبسون بورد؟ ايوه. مالك ومال اللوحة؟ مش عارف الساعة كام؟ الساعة كام؟ انت معكش ساعة؟ لا الموبايل فيه ساعة، ما مالك هو ومال ما دي؟ انا هو فصل وحطيته في الفيشة دي مش شغالة. يا نهار ابيض يا عم، لا دي مش مالناش دعوة بيها، دي بتاعة الطيار الخفيف، لوحة الطيار الخفيف، لوحة الاتصالات. طب والساعة؟ طيب ايه تاني اللي انت مش عاجبك شكل اللوحة؟ لا هي حلوه، ما هو عشان حلوه فانا لقيتها فببص لقيت الساعه مش مظبوطه، فببص لقيت في حاجه زي فيسبوك كده فيسبوك؟ اي ما هي بص اهي بص فيسبوك. طب قول لي ايه اللي مش عاجبك؟ الالوان دي بقى الله حاسب ايدك والكهرباء. وحاجات برضو اسلاك كده. هو لفيف هو شكلها حلو بس مش عارف هو ملولوين. ها اي تحس ان هي ضفيره كده. اي شفت الناس لوحه فنيه. طيب بص يا عم محمد. أيوه. هو طبعا حلو ان انت بتفكر وبتسال، فده معناه ان انت يعني بارك الله فيك. رقم واحد طبعا شكل اللوحه عاجبك. طبعا أي لا بس احنا بقى ما بناخدش بالشكل. بص، اول سؤال، دي مش ساعه. أيوه. ده حاجه اسمها سويتش جارد، وده علشان لو لا قدر الله جيت طيار من بره بعد انقطاع او حاجه جه عالي جدا، فطبعا السويتش جارد يقوم قاري القرايه دي ويقوم فاصل المفاتيح كلها، علشان لا قدر الله لو في جهاز ايا كان بقى، ثلاجه، غساله، تلفزيون، ايا كان جهاز غالي طبعا بيحافظ عليه. خلاص، فده طبعا احنا بنظبط القيم بتاعته اهي، مكتوب هنا ست، مكتوب هنا بلس وماينس، عشان انت بتظبط الدخلات دي وبتظبط كمان ده الباور اوف والباور اون بتاعه. خلاص، فطبعا ده اللي جنبه ده القاطع العمومي بتاع الشقه. طبعا في هنا مفتاح كمان ناقص، بس ده ان شاء الله هنركبه كمان شويه، اللي هو القاطع بتاع الارث ليكج. الارث ليكج ده عشان لو لا قدر الله حد حصل اي تسريب في الدايره، طبعا بيقوم فاصل على طول في اقل من جزء من الثانيه يعني، عشان يحافظ على حياه الناس. يعني ممكن الهندسه دي تكون مسربه فعشان كده فاصله مش مشغله الشاحن. يا عم لا، مالك ومالها دلوقتي؟ ما انا عايز اوصل الشاحن. ما هو ما انا ببص في الساعه دلوقتي لا ولا انت لسه مصمم ان دي ساعه؟ ما هو انا ما كان في دماغي ان دي ساعه هندسه، بس دلوقتي فهمت. ايوه خلاص بقى خلاص. وطبعا هنا كل حاجه داخله بترامل وداخله بتنسيق، وطبعا المفاتيح الخاصه دي المفاتيح الخاصه بالمخارج او بمعنى اصح يعني خاصه بالمخارج اللي طالعه من الغرفه، فبالتالي كل غرفه ليها 3 خطوط او 4 خطوط حسب الحاجات اللي فيها. فانا معايا في خط التكييف ليه خط لوحده، البرايز ليها خط لوحدها، الاناره ليها خط لوحدها، لو حاجه زي المطبخ، الثلاجه، كل الكلام ده بيبقى لوحده. يعني لو اي حاجه فصلت في المطبخ تفصل لوحدها. بالك الناس بطلت شغل وقاعدين يركزوا معانا. كمل. مش مشكله، ما عشان افهم برضه، ما انا هفهمهم. ما اقول ما انا هفهمهم واحنا كمان عايزين نشرح كل حاجه. قول. طب 100 يعني انا دلوقتي عشان المفتاح ده مش راكب فدي فاصله. لا، ده حاجه اسمها لوحه التيار الخفيف. دي عشان الواي فاي لما يجي يشتغل بيشتغل بايه؟ براوتر. حلو. الراوتر بنحطه هنا، وطبعا بنعمل له اكسس بوينت جوه في الكوريدور الداخلي للشقه عشان يوزع نت. انت ما جبتوش ليه؟ انت عايزه دلوقتي الراوتر؟ ما انا عايز هنبقى نتكلم ان شاء الله، هجيبك على حسابي. حبيبي يا محمد. لا بس الله ينور على الكهربائي ده. اتبسطت والله فيسبوك دي حلوه قوي. فيسبوك برضو لسه مصمم على فيسبوك. يا باشا يومكم جميل. لا رجعنا نشتغل. يلا نستلم الاول بقى. يلا بينا. بسم الله.